اوعى تفكر ان انت هتنجح في شغلك من غير ما ربنا يديك التوفيق في حياتك. اوعى تفكر ان ربنا يديك القبول على وشك من غير ما يكون عندك ثقة في ربنا. اوعى تفكر ان ربنا سبحانه وتعالى يعني هيديك التوفيق والنجاح في حياتك وانت بعيد. عشان كده انت لازم تحط المعتقدات اللي انا هقولها. اول معتقد ان يكون عندك ثقة بربنا، ثقة ان ربنا يقدر يعمل اي حاجة في اي وقت. انك يبقى عندك ثقة ان ربنا ممكن يبدل حالك في لحظة، يبدل حالك في لحظة. تنام بالليل وانت مخنوق ومتضايق وتصحى الصبح تلاقي ربنا فرجها من عنده. تنام بالليل والله ما فيش في جيبك ولا جنيه وتصحى الصبح تلاقي عميل خم هيموت ويشتري منك، يموت وبدل 3% تاخد 20% كمان. تنام بالليل والدنيا كلها مقفولة والناس مش معاك والشركة عندك بتقول انت لا مطرود، وربنا من فوق 7 سما يقول لك لا انت شركة تانية تكلمك. يبقى عندك يقين وإيمان إن المستحيل في عقلك هو سهل عند ربنا. المستحيل اللي انت شايف إنه مستحيل يحصل لك سهل وهين عند ربنا. كل الأفكار والأحلام اللي انت بتؤمن بيها وعايزها تحصل لك وشايف إنها مستحيل سهلة جدا عند ربنا. سهلة يبقى معاك فلوس، سهلة تبقى أشهر واحد في مصر، سهلة تبقى أشهر واحد في العالم كله، سهلة انك تعمل ده. كل اللي انت شايفه انه مستحيل سهلة. امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. تخيل تصحى الصبح كده ما عملتش حاجة لسه وتلاقي ربنا سبحانه وتعالى مرة واحدة كن لأحلامك، كل أمانيك، كل الحاجات اللي انت بتتمناها، كل الدعاء اللي بيدعيه، كل الحاجات اللي نفسه فيها، كل الحاجات اللي اتمنع عنها في لحظة. يبقى عندك يقين ان ربنا ممكن يبدل حالك في لحظة. تدعي له كده وتبقى شايف من جواك ان سهل على ربنا. تلاقي فاستجبنا له، فاستجبنا لأحلامه، فاستجبنا لدعوات امه اللي بتدعي له كل يوم وتقول يا رب اكرمه، فاستجبنا يا رب لكل مجهود بيبذله، فاستجبنا لكل حاجه هو نفسه فيها، فاستجبنا لكل حاجه بيحلم بيها. سهل. يبقى عندك ثقه في ربنا ان ربنا يقدر يبدل لك الحال، يقدر يعوضك عن اي حاجه ويعمل لك اي حاجه. يبقى ماشي في وسط الناس عندك ثقه، رزقك مكتوب عند ربنا سبحانه وتعالى خلاص. والله العظيم اقسم بالله وانا ما عنديش وقت ان انا احكي القصه دي، بس هحكي واحده شبيهه بيها. في يوم من الايام ضاق بيا الحال، فجبت واحد من اصحابي وقلت له هنعمل اطعام النهارده، ويعلم الله انا مش بقول كده عشان اضيع الثواب. وكنت رايح اجيب بصراحه بيقولوا عليها السبلايز ولا ايه بتاع البنوته للمدرسه، والمكتبه هتقفل الساعه 10، وانا معايا الوجبات فرقت شويه ورايح مصر الجديده وانا قاعد في مدينه نصر، فتهت في السكه وانا استحاله توه، استحاله. ده انا امشي وانا مضلم وانا مغمض عيني كده، وصاحبي يقول لي يا ابني المحل هيقفل احنا تهنا، لف وارجع الشارع ضلمه. قلت له والله العظيم احنا جايين عشان واحد هنا في الشارع هو جعان. يقول لي يا عم الشارع ضلمه والله هيطلع عليه ناس يثبتونا، احنا دخلنا في مكان مقفول. قلت له اقسم بالله احنا داخلين عشان واحد قاعد هنا، اقسم بالله. دخلت الشارع لقيت واحد قاعد جنب صندوق زباله ماسك رغيف عيش ناشف، عايز اقول لحضرتك يكسر سنان البني ادم بياكل فيه. والله اديت له الوجبه وبكيت، بكيت لاني كنت ساعتها متضايق من ضيق الرزق وضيق الحال، وان انا اللي نفسي فيه ما بيتحقق. لا 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 لا، المستحيل اللي في عقلك سهل عند ربنا باشا. طالع باشا، الناس كلها قلقانه ومخنوقه من رزقها وانت قاعد باشا على يقين رزقك جاي لك، لان ربنا سبحانه وتعالى يبدل لك كل حاجه في لحظه. النقطه الثانيه في نفس النقطه دي انك تكون على يقين ان ربنا هيعوضك عن كل حاجه مرت في حياتك. اوعى تفكر ان ربنا مش حاسس بيك، مش حاسس بالآلام اللي جوه قلبك، مش حاسس بالمشاكل اللي موجودة عندك اللي انت ما انتش قادر تحكيها للي جنبك، مش حاسس بالحاجات اللي انت عمال تفكر فيها. ربنا عالم بكل نقطة ضعف مرت عليك في حياتك، عالم بالمشاكل والضغوط اللي انت بتمر بيها وانت مش قادر تحكي للناس عنها، عالم بواقعة الظلم اللي انت مريت بيها واستحملت ومرضتش يعني تنفس ولا تعمل حاجة غلط، عالم بكل ليلة سهرت فيها بالليل هتخلص بيعة خلاص الدنيا هتتعدل وربنا ما أردش إنها تكمل، عالم بكل مجهود بذلت واحد سرقه منك، بكل يوم شقيت بالليل واتنططت من موصل للتاني عشان تفرج عميل على حاجة، وبعد ما رحت العميل اداك بومبا بس انت صرفت من جيبك وتعبت وكنت عشمان. ربنا عالم بده. تبقى قاعد عارف ان ربنا هيعوضك عن كل يوم صعب مر عليك في حياتك، هيعوضك عن كل وقعة ظلم اتعرضت ليها، عن كل ضغط، عن كل آلام، عن كل حاجة بتوجعك، عن كل يوم مر عليك بالليل وانت خلاص ما انتش قادر بس انت مسلمها ليه وبتقول له يا رب يعني كرمني. تبقى قاعد عارف ان عوض ربنا جاي وقريب قوي.
وقريب فوق ما تتخيل، وتبقى ما انتش خايف، لان العشمان في ربنا مطمن. اتكلم مع ربنا، اطلب منه. اما تبقى بتمر بازمه او بتمر بحاجه او نفسك في حاجه، ادعي له، قول له يا رب انا عايز كده، يا رب انا نفسي في كذا، يا رب انا محتاج كذا، يا رب يا رب يا رب انا نفسي في الحاجه دي، يا رب. اتكلم معاه، اطلب منه، اطلب منه وانت واثق ان ربنا هيعمل لك ده، واقسم عليه بكل اسمائه يا رب، بحق ان انت يا رب الوهاب والرزاق. اطلب منه والله العظيم، والله العظيم، وانت بتطلب منه هو سامعك، هو عالم بكل اللي انت بتقوله. من شويه كده يعني بقالي فتره اخبار حلوه حلوه حلوه، فلازم يجي لي مطب، يعني لازم يجي مطب، فجالي مطب كده. فانا بصلي العصر كده يعني قلت له يعني وانا ساجد، يا رب انا مش هقول لك حصل ايه، انت عالم، انت عالم يا رب، بس انت معايا، حلها يا رب، امان يجيب المضطر. تبقى قاعد وانت مطمن، فما تخافش على رزقك، تبقى عارف ان هو واسطتك وهو المرشد ليك وهو كل حاجه، وتبقى قاعد كده وانت باشا مطمن. مش عملت اللي عليك؟ في مكافأة، خلاص بذلت مجهود ووصلت، بذلت 10 أضعاف المجهود وما وصلتش، بس في مكافأة، مكافأة. تلاقي نفسك بيع ما عملتش أي حاجة، السلام عليكم أنا عايز النهارده فيلا، يا عم ده النهارده هخلص فيها، أنا رايح بكرة على موريتانيا، عندي على النهارده، إيه ده كده ما تعبتش؟ لا 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 لا، ده جاي لك. مش أنا طلعت على السوشيال ميديا في سنة، أنا بقالي 15 سنة، واليوم اللي طلعت فيه على السوشيال ميديا يعني الفيديو جاب حاجه و80 مليون والكلام ده، والله العظيم كنت ناوي ان انا اغير بني ادم قدام، ما كانش في دماغي اي حاجه خالص. هو ربنا زي ما بيشيل ستره عن بني ادم يقدر يشيل التراب كده. تبقى قاعد وانت باشا، وده المعتقد الاولاني، لان مفيش بني ادم هينجح ابدا وربنا بره حياته. وجود ربنا في حياه البني ادم بيطمن. حط ربنا في نصاب عينك، واوعى تعمل حاجه حرام، واوعى تقنع بني ادم بشيء باطل انت مش مقتنع بيه، واوعى تغش. هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى جبرك جبر ما تتخيلش.